إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة إذاعتنا وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا. شكرا للمتابعة. إذاعتنا تقدم المسلسل الإذاعي حكاية ناس، تأليف وإخراج طارق عاشور. الحلقة الرابعة. اللي بتقوله ده خطير جدا يا مارك. عارف مس سونيا، وعشان كده جيتلك عشان تقولي لي اتصرف ازاي. انا مش عارفة افكر، كلها دقايق وعاصي هيبقى هنا ويقول لي اتصرف ازاي. سونيا، الموضوع مش محتاج اي تأخير. مارك، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ولا انت هتعرفني شغلي؟ انت معانا عشان تنفذ اوامر وبس. آسف مس سونيا، آسف. اللي بتقوليه ده خطير جدا يا سونيا. معنى ان كل كفور المركز يتوحدوا ويحاولوا يهجموا على المطاريد، يبقى اكيد هيبيدوهم، ودي تبقى النهاية وهلكنا كلنا. طب والعمل يا عاصي؟ ده مش ممكن يحصل بأي تمن. المطاريد لازم يفضلوا في كفر المغازي وفي كل الكفور اللي جنبه. القضاء على المطاريد مش هيحصل. مارك، أوامرك عاصي. لازم تسبق بخطوة وتخلي المطاريد في أتم استعدادهم للهجوم ده، وبعدها تبدأ شغلك المعتاد وتغري العائلات الكبيرة لكل كفر. قصدك ايه يا عاصي؟ يا سونيا، البني آدم بطبيعته طماع وعاوز كل حاجة من فلوس وسيطرة، ومارك هيلعب على الوتر ده. فرق تسود يا مارك. فهمتك عاصي. بقالهم كتير بيحاولوا يتوحدوا، وانا اللي بفرقهم بحيالي واخليهم ياكلوا في بعض. سونيا، اللي قلته لمارك يتنفذ بالحرف. وفري له كل اللي يحتاجه. علم وينفذ يا عاصي. الهجوم عليكم هيتم الليلة دي. عرفت هتعمل ايه داغر؟ اكيد يا مارك باشا، زي ما قلتلي هنستناهم فوق الجبل ونحوطهم من كل اتجاه، ولما يوصلوا نبدأ ضرب النار. لا، الضرب ما يبقاش عشوائي. الضرب يبقى في عساكر المركز، وابعدوا عن كبار عيلة أولاد مانع وكبار عيلة كل كفر. ضرب النار دايما يبقى في أتباعهم واللي شغالين عندهم، عشان الكبار يفضلوا تحت سيطرتي، ويبقى لك بلد تعيش فيها انت ورجالتك. أوامرك يا مارك باشا. انت متأكد يا جلهم يا ابن عمي من مكان المطاريد؟ ايوه يا نصيف، احنا هنعدي بالطريق اللي بين الجبلين طوالي، والمطاريد ورا الجبل من الناحية القبلية. طيب وليه يا جلهم يا ابن عمي نزلتنا من اللوري ومشيتنا المسافة دي كلتي واحنا شايلين السلاح؟ عشان المطاريد هيحسوا بينا لو سمعوا صوت اللوري يا نصيف. قالهم عنده حق يا نصيف، هو ده التفكير السليم. ادينا بين الجبلين اهو وجربنا نوصل. ايه ده؟ احنا اتعمل لنا كمين يا جلهوم. المطاريد محوطيننا من كل ناحية. الكل ياخد ساتر، كل ياخد له ساتر. حاول يا ولاد مانع، ناس ياما وقعت من رجالتني ومن عساكر المركز. واقف ضرب النار، واقف ضرب النار داغر انت ورجالتك. مارك باشا، ايه اللي جابه هنا دي؟ حكاية ناس أنا وأنت، حكايتنا حكاية ناس مغلوبة على أمرها والناس بتذلها. حكاية ناس. قدمنا لكم الحلقة الرابعة من المسلسل الإذاعي حكاية ناس. الأبطال حسب سماع الأصوات: سارة محمد في دور مس سونيا، أدهم استقاف في دور مارك ودور صبيح، هشام سلام في دور عاصي، وئام أحمد
في دور داغر، هشام كرم في دور نصيف، طارق عاشور في دور جلهوم. حكاية ناس، تأليف وإخراج طارق عاشور، تترات سمر عبد الفتاح، وإنتاج إذاعة